السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مفيش كلام يتقال أكتر من المهزلة اللي احنا بنشوفها في الوقت الحالي بالنسبة للرياضة المصرية، بس مش كرة القدم. تخيلوا إن الاتحاد كلها فشلت، اتحادات كلها فشلت. والغريب في الأمر كمان، يعني حتى إذا كنا بنتكلم على اتحاد كرة اليد، إنه اتحاد بتاع تخطيط وقدم مباريات كبيرة جدا جدا، ولكن في حتة ناقصة عندنا مش قادر أفهمها إيه بالظبط، مش عارف. ولكن في النهاية بنتكلم على كل الاتحادات باستثناء سلاح الشيش، اللي يمكن عمل مفاجأة كبيرة جدا، محمد السيد ببرونزية. انما لو رجعنا بقى بالنسبة للتخطيط وبالنسبة لإدارة الرياضة في مصر وبالنسبة لكرة القدم وكل الألعاب، لا احنا صفر. احنا اكتر من صفر المونديال بتاع 2006. اذا كان وزير الرياضة اللي تم التمديد ليه بيقول لنا ان هو جاب 6 ميداليات في دورة طوكيو، لا مش هو اللي جايبهم، ده كان المهندس خالد عبد العزيز. عمل خطة ممتازة جدا وهو تولى الإدارة بعديه، وآخر سنتين قبل دورة الألعاب الأولمبية، واخد اللعيبة جاهزة واخد كل الإمكانيات، وعملنا 6 ميداليات. طبعا الوزير قبل البطولة وقبل دورة الألعاب الأولمبية اللي احنا بننتظرها كل 4 سنين، وكل 4 سنين نتكلم نفس الكلام، هيحصل حاجة وهنعمل مش عارف، الكورة هتتغير والإدارة هتتغير والرياضة هتتغير والاتحادات والوزير مش عارف لازم يعمل إيه. الوزير قبل دورة الألعاب الأولمبية عمل بالظبط لا يقل عن 45 تصريح، بيتكلم من 6 7 ميداليات، بيتكلم من 7 ل 11 ميدالية، بيتكلم على السبونسرز اللي جابهم بالنسبة لكل الألعاب، بنتكلم على البعثة الكبيرة جدا اللي هتشرف مصر التاريخية، 148 لعيب و22 لعيب بديل، معاهم 100 إداري. أنا مش فاهم ليه معاهم أشخاص ليست لهم علاقة بالدورة الأولمبية، ولكن رايحين بس على سبيل المجاملة. ده كله طبعا كلام. أنا وجهة نظري الدولة لازم تحاسب عليه الوزير. لما نصرف مليار 250 مليون والى الان مفيش الا برونزيه واحده وبالصدفه، لان محمد السيد ما كانش مرشح لبرونزيه. نتمنى في الايام اللي جايه يكون في برونزيه او ذهبيه لساره سمير. النهارده سيف عيسى خرج. اتمنى احمد الجندي، انا شايفه في المركز الثالث، انا قاعد بتابع شايفه في المركز الثالث في الوقت الحالي. نتمنى من كل قلبي، مش عشان وزير وعلشان اتحاد، لا عشان البلد، عشان مصر، عشان الفلوس اللي اتصرفت. نرجع بقى للتخطيط بالنسبة للتصريح اللي قاله الوزير مؤخرا، بتاع ان كل الاتحادات سيتم محاسبتها. انت اول واحد لازم تتحاسب. انت 4 سنين بتشتغل في الرياضة المصرية، لم تحقق شيء، صفر على الشمال في كل شيء، صفر في كل الالعاب. ولكن انت ممتاز في التصريحات، ممتاز كمان في العمل بتاع العلاقات، يعني هو العلاقاتيا فقط لا غير. انما على مستوى الاداره انت دكتور اكاديمي. الدكتور الاكاديمي لازم يكون مهيئ بالنسبه للعيبه ان يكونوا ابطال او يكونوا نماذج مشرفه. شفنا بعثه مليانه مشاكل من اول يوم لاخر يوم، شفنا مستوى رديء لمستوى لبعض اللاعبين وبعض المنتخبات، وده هيجرنا طبعا للمنتخب المصري اللي هو المنتخب الاولمبي وميكيلي واللاعيبه. انما طبعا هو السؤال، لغايه امتى هيكون الرياضه المصريه بنفس الشكل؟ احنا دوله ما بتصرفش فلوس؟ لا بنصرف. هل دولة ما معهاش فلوس بالنسبة للأبطال والنجوم؟ لا عندنا فلوس وصرفنا، والدليل مليار و250 مليون. هل احنا دولة ما عندهاش كوادر؟ لا عندنا كوادر وعندنا إمكانيات وعندنا لعيبة ممكن يكسروا الدنيا. هل احنا دولة بتأثر مع أبطالها أو مع نجومها أو مع وزرائها أو مع اتحاداتها؟ ما أعتقدش الكلام ده موجود. والدليل إن كل حاجة بتطلب بتتوفر. إذا عندنا بنية تحتية عندنا بنية تحتية، عندنا أحسن أماكن عندنا أحسن أماكن، كل ده متاح للوزير ومتاح كمان للاتحادات. الوزير طلع بيتكلم على تصريح بيقول لك ان كل الاتحادات سيتم محاسبتها. يا فندم ما انت عارف ان بعد دوره الالعاب الاولمبيه كل الاتحادات دي هتمشي عشان يتم انتخابات اتحادات جديده. فما تضحكش علينا بالالفاظ، ما تضحكش علينا بالتصريحات. احنا عاوزين عمل جاد. اوعى تقول لي هعمل لجنه تقصي حقائق زي
فكره احمد رفعت الله يرحمه لجنه تقصي حقائق، اللي هو لما يتدخل رئيس الجمهوريه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كناش شفنا ان التفاعل بالنسبه لقضيه احمد رفعت. فبالتالي يعني معالي الوزير، ارحمنا من تصريحاتك، ارحمنا من الكلام الانشائي اللي ممكن نعلمه للطلاب وما يفيدش الطلاب بشيء. انما اذا اردنا تخطيط فعلينا نبدا من تحت، من تحت الارض. اما عشان تجيب لي لعيبه قشره وعشان تحاول تلصم الاتحادات ببعضها، ده الخطا الكبير جدا. المغرب جايبه ميداليات ذهبيه. المغرب عارفه ان هم اقوياء جدا جدا في عمليه الجري العداء الاتليتيك، اللي هو الالعاب القوه، بتشتغل عليها. يا معالي الوزير، انت رايح ل 148 لاعب. انا مصر ناجحه في رفع الاثقال، اشتغل عليه. ناجحه في المصارعه، ممكن اشتغل عليها، الرومانيه والحره. ناجحه في التايكوندو، ممكن اشتغل عليها. ناجحه في سلاح الشيش، واللي لا ازودها واشتغل عليها. انما عشان تروح ل 148 لعيب لمجرد انت عاوز تروح ب 148 لعيب عشان تقول للدوله انا رايح باكبر بعثه في تاريخ مصر، الكلام ده كله مضيعه للوقت، مضيعه لاموال مصر. انا ما اعرفش هل سيتم محاسبه وزير الرياضه على بعثه على دوره الالعاب الاولمبيه باريس. اتمنى من كل قلبي ان يتم محاسبه الوزير ويتم محاسبه رئيس اللجنه الاولمبيه الاخ ياسر ادريس، اللي بعد البرونزيه بتاعه محمد السيد طالع يقول لك ان البرونزيه دي السبب الرئيسي فيها الدكتور اشرف صبحي. ليه يا عم؟ هو لعب؟ هو حتى المجامله على حساب مصر، المجامله على اسم مصر. يا اخي انتوا خايفين على الكراسي للدرجه ديت ان انتوا بتجاملوا بعض على حساب الدوله؟ ارحمونا يا جماعه شويه، كفايه. الناس عرفت ان انتوا بتجاملوا بعض. مش عاوز اقول الكلام اللي هو فيه الفاظ خارجه، يعني مش كده. مصر تستحق احسن من كده. مش هنتكلم على ابطال اللي هم مظلومين، اللي هم اتكلموا في لقاءات صحفيه على القناه الناقله، قالوا ان احنا لما يتم اعدادنا بالشكل السليم مصر تحتاج كوادر احسن من ياسر ادريس، احسن من الدكتور اشرف صبحي، احسن من الاتحادات اللي موجوده كلها. مصر تحتاج وعندها، والله العظيم عندها. انما اللي يدور هيلاقي. الفكره كلها ان احنا بنستسهل وبنجامل بعض وبنضحك على بعض وبنقول كلام لا يتناسب مع 2024. احنا عندنا كل شيء ولكن ما عندناش اللي يخدم او يكون في مصلحه البلد. المنتخب الاولمبي بدأ بدايه كانت باهته شويه مع الدومينيكان، عمل نتيجه ممتازه جدا في التعادل في الفوز على اسبانيا، وده كانت وجهه نظري نقطه التحول ونقطه العمل الجاد بالنسبه للمنتخب الاولمبي. منتخب لعب على قدر الامكانيات، منتخب ما ساعدوش حد، لا اتحاد ولا وزير ولا انديه. بس انا عاوز اقول حاجه هنا، ناس كتير جدا بتتكلم على النادي الاهلي ما سابش لعيبته محمد عبد المنعم وامام عاشور. يعني ما ليفربول رفض، ترابزون سبورت رفض، مرموش رفضوا النادي، لعيبه تانية كتير جدا جدا. وبالتالي طالما الاتحاد الدولي لا يبيح للانديه او لا يجيز للانديه ان هم يدوا لعيبتهم، اوكي اوريدي ماشي. الاهلي عاوز يسيبه او ما يسيبش دي مشكله الاهلي، مش مشكلتي خالص. ولكن في النهايه مش هم دول السبب، مش هم دول المؤثرين. ولكن في النهايه بنيجي نتكلم على ميكالي كمدرب، انا وجهه نظري قدم اللي عليه. دكه فقيره جدا، منتخب اقل بكتير جدا من الامكانيات اللي هي وصلته للسيمي فاينال. هو مش احسن من فرنسا، مش احسن من اسبانيا، مش احسن من المغرب، مش احسن من باراجواي، مش احسن من اليابان اللي خرجت قبليه كانوا فرقه ممتازه جدا، ولا احسن من امريكا. ولكن الراجل على قدر الامكان امكانيات قدر يوصل بيك للسيمي فاينال. كان ممكن يعمل ميداليه لكن اصطدم بفريق اعد اعداد صح متطور جدا مع رئيس اتحاد وواحد ماسك الجامعه الملكيه المغربيه بالنسبه لكره القدم ومتحكم في الرياضه اسمه فوزي الاقشع، اللي بدا يلف اوروبا كلها ويطلع لاعب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه و20 و30. المغرب قادمه بمشروع كبير جدا. احنا عندنا 12 مليون عامل مصري بره، ما عندهمش 100 لعيب يلعبوا جميع الالعاب، والله العظيم عندنا. انما الوزير والاتحادات بتستسهل. نرجع لاتحاد كرة القدم مصر. طبعا انا بقول لهمش، ما بقول لهمش يمشي لان هم ماشيين.
ولكن هم زي ما الوزير عمل صفر مونديال، هم عملوا صفر صفر في كل شيء. ميكيلي تحمل كل شيء، اللعيبه نفس القصه، دكه بدلاء فقيره جدا جدا لم تساعد الراجل. الاصابات اللي حصلت بتاعت زيزو واحمد عيد وكمان طرد عمر فايد، كل ده اثر على دكه ما بيلعبوا منتخبات كبيره جدا. وبالتالي انا مش هتكلم على المنتخب الاولمبي على المستوى الفني لان ما كنتش طالب منه اكتر من يوصل سيمي فاينل، ووصل سيمي فاينل وكان ممكن يحقق، ولكن طبعا الامكانيات ما ساعدتوش. بقول لمعالي الوزير نفسي اشوف وزير يستقيل. بقول لرئيس اللجنه الاولمبيه لو عندك اي ذره حب للبلد امشي. اتمنى من كل قلبي. تحياتي.